موقف حصل مع واحدة زميلة في الشغل، وهي اتأسفت لي بعدها. بس أنا شايف إن هي المفروض ما تتأسفش، المفروض إنها تبقى فخورة بنفسها وباللي هي عملته. وأنا بحترم أي واحدة ست بتعمل كده، ونفسي ما يحسوش إن هما بيعملوا حاجة غريبة أو حاجة مختلفة يعني تخليهم يعتذروا أو يتأسفوا لحد. أنا واحد من الناس من عادتي، او انا متعود ان انا لما بخش على اي مكان لازم بسلم على كل الموجودين، اعرفهم او ما اعرفهمش. يعني انت دخلت دلوقتي بتسلم على واحد انت تعرفه، واقف معاه اتنين، واقف معاه تلاته، لازم تسلم على كل الناس سواء اللي واقفين دول رجاله او ستات. انا طبعا هنا مش بتكلم في حكم شرعي لاني مش مؤهل لده وما بحثتش في الموضوع ده، بس انا بتكلم ان انا عادي. انا بخش في اي مكان بسلم على الناس كلها، ازيك وتضحك في وشهم، تاخد ثواب حتى انك ضحكت في وشهم. فجرت العاده ان انا بمد ايدي للرجاله الاول. بالنسبه للستات انا بسلم عليها، لقيتها بتمد ايدها بروح مسلم. انا بقول لكم تاني، انا مش بتكلم في حكم شرع اللي هو ده حلال ولا حرام ولا ده غلط ولا لا. انا بعمل كده عشان ما اكسفش اللي انا بسلم عليه. المهم، فانا كنت داخل ميتنج روم عندنا، فلقيت ناس زمايلي 3 رجاله وواحده زميلتنا انا اعرفها كويس جدا، وهي باي ذا واي هي مش محجبه. يعني هي مسلمه بس مش محجبه. فانا سلمت عليهم، ازيك يا فلان. جيت بمد ايدي عليها، راحت هي عملت حركه شيك جدا ما احرجتنيش، وفي نفس الوقت حافظت على مبادئها. راحت حاطه ايديها هنا كده وقالت لي اعذرني، انا اسفه وعملت لي كده. فانا فهمت، فكان ردي الطبيعي عليها لما حسيتها انها اتكسفت انها عملت حاجه صح، قلت لها بالعكس، برافو عليكي، وانا اللي اسف، انا اللي ما كنتش اعرف، وبرافو عليكي وكملي على كده. فانا بشجع كل واحده ست هي ما بتحبش راجل غريب عليها يلمسها حتى لو سلام بالايد. تاني، انا مش بتكلم في شرع ولا فقه، المواضيع دي ليها ناسها وانا قريت في الموضوع ده، بس انا ما وصلتش للرد الشرعي الكافي اللي اقدر ارد عليكم بيه. لكن انا بحترم اي ست حتى لو ما كانتش مسلمه، يعني حتى لو ما فيش حكم شرعي، لو في اي ديانه تانية هي ما بتحبش حد يلمسها غير جوزها او والدها، حد من محارمها. فتحياتي لكل واحده ست بتعمل كده، لكل واحده ست عايزه تحس ان هي مصونه، هي محفوظه، هي مش اي حد يلمسها، هي مش اي حد يجي جنبها. وكل اخت عزيزه بتعمل كده ما تحسيش ان انت بتعملي حاجه غلط او ما تتاسفيش، انت صح. احنا اللي وارد جدا نبقى غلط عشان احنا عايزين نسلم عليكي، وانت واحده ست هانم محترمه مش عايزه حد يسلم عليكي، زي ملكه انجلترا كده ما ينفعش حد كان يسلم عليها. عايز اعرف رايكم، وصباح السعاده.